مساء الخير. ايه يا جماعة؟ ايه حكاية الموضة السخيفة اللي بقت في كل كومباوند؟ الكلاب اللي تبقى ماشية معاكم، انتوا بتتفخروا بيها ولا بتدلعوا بيها ولا عايزين فعلا، ولا بتحبوها ولا عايزين انها موضة فلازم بتعملوا اللي هي الحاجات اللي بتتعمل وخلاص؟ يا اما تبقوا جايبين كلب وتحطوه في جيبكم صغنن قد كده، وده بقت موضة السنين وغالي جدا يعني. يا رأي يا جماعة اصرفوها في حاجة تانية يعني بجد والله. هو بيبقى كيوت قوي ولذيذ قوي، تبقي عايز تلعبي معاه مدة 15 دقايق، بس بعد كده متهيألي بزهق يعني من كتر حلاوته، او من كتر ما حاسه ان هاكله يعني بجد والله حاجه كده. بسكوت. وفي بقى اللي معاهم الشرس لدرجه ان انت ممكن يعني مش يعني لو بتحب كلاب مش بتخاف، انت بتترعب وفاجئ انهم بيحبوهم وتقولوا الله بص كيوتة بس كوني مش عارفه ازاي. يعني انا مش عارفه ازاي بصراحه. يعني بحاول اتلمس لهم يعني هم يمكن بيحبوه شايفينه ان هو اليف، لكن هو مش اليف خالص. ده هو يعني لا، بجد مش ممكن. ايه يا جماعه، ايه يا جماعه، وصلنا ان احنا بنقتل الاخرين يعني. اللي حصل في الإعلامية بتاعة الأكل مش عايزين نقول أسامي، والكلب موت جوز جارهم زوج السيدة اللي عاملة قضية وعاملة مشاكل. الولد يوسف دلوقتي اللي في التجمع الخامس في كومباوند مشهور، الولد قاعد في جاردن بتاعت فيلته، قاعد آمن في بيته، ينط عليه يلاقي حاجة طلع في السوق من السور، كسر السلسلة بتاعته ونط من عنده. انا مش بلوم على، مش بلوم على اي حد، غير بلوم على الناس اللي مربيه الكلب ده. انت لو مش قادره على انك تظبطيه وتظبطي سلسلته وتبقي عارفه انه مش هيقدر يشدها ويقطعها، انت عندك طبعا اللي عارفه ان السلسله دي ضعيفه بالنسبه لمستوى كلبك. كل واحده بتبقى محدده وعارفه. انا كان عندي كلاب وعارفه. انا قررت ان يبقى كلابي اللي عندي امشيها كلها. كان عندي كلاب في البيت، يعني جوزي بيحب الكلاب وكان عندي كلاب، والولاد بيعبدوهم وبيحبوهم جدا. يعني ما بيعبدوش حاجه غير ربنا الحمد لله، لكن كانوا فعلا فعلا بيحبوهم. انا قلت لهم انا مش قادره اتحمل مسؤوليتهم وما اقدرش حد يتاذي. انا ممكن جدا اكون بره، اكون نازله، اكون بودي درس، اكون قاعده مع اصحابي، انا عايزه ما اقدرش، مسؤوليتهم جامده جدا عليا. انا خفت على الاخرين اكتر ما خفت على زعل ولادي. عايز الناس تكون بنفس المسؤوليه دي. احنا روحنا فين يا جماعه؟ احنا بنأذي ناس عشان انا ابسط ولادي واقعد في جنينه معايا كلب عنيف ومش عارفه اتحكم فيه، ينط على جارنا وهو قاعد في يعني قاعد في الجاردن بتاعه وقاعد مبسوط. تخيلي انت قاعده كده ماسكه الشازلونج وقاعده كده قاعده في الجاردن بتاعك وتلاقي حاجه نطت يعني. طب انت فين امنه؟ انا دافعه ملايين عشان اكون في كومباوند، عشان اكون مش امنه. فين الامن بتاع القريه؟ فين اللي هم بقى طبعا المسؤوليه الكامله عليهم، اللي هم اصحاب الكلب؟ فين يا جماعه؟ انتوا ازاي؟ فين المسؤوليه؟ فين انتوا؟ يعني لما تبقى عندكم كلب بالشكل ده لازم يكون في جارد، يعني لازم يكون في الجاردن لازم يكون في بيت ليه مقفول كويس ومعاكي القفل حطاه، او لو انت بالسلسله تبقي واقفه جنبه، او حارس تحطيه جنبه. ما دام انت مش فاضيه حطي له حارس يا ستي. بس ما ينفعش واحد بالخطوره والشراسه دي اللي ينط ويسيب يقطع السلك ويطلع على السلك التاني ويدخل في الولد ياكل دراع. الولد ده حرام، ده يعني ده الولد عمل عمليتين ولحد دلوقتي وحاله خطر. ايه اللي بيحصل ده؟ ازاي احنا، ازاي خلاص اي كومباوند دلوقتي لازم يبقى حاطين ليش وحاطين الكمامه دي اللي بيلبسوها. امنوا بقى، امنوا خلاص بقى. يبقى امر لكل واحد، ما دام انت بقى عايزين كلاب راعوهم بقى كده. ما ينفعش. احنا فين؟ احنا في زمن ايه؟ احنا بنروح ندفع ملايين زياده عشان نقعد في عدم امان. واحده صاحبتي رايحه تتمشى الصبح، جرها كلب كل دراعها. الست قعدت 6 شهور في المستشفى. لأ صعب، بجد صعب. ولازم نقف وقفة جامدة جدًا، جدًا. إحنا مش ضد الكلاب ولا أي حاجة، والكلاب جميلة وبتبقى في البيت صديقة وما فيش أوفى منها. أنا ما أقدرش أقول أي حاجة، والكلاب أجمل شيء في الدنيا، لكن أراعيها، أخلّي بالي من جاري. ألاقي ما دام مش قادرة أتحمل مسؤوليتها، أدّي مسؤوليتها للغير، لإني مش هاتحمل إني أأذي حد، ولو أذيت حد أنا المسؤول. انت المسؤول مش اي حد تاني. اوعى تقول امن وتقول قرية وتقول كومباوند، لا 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 لا. انت اللي مسؤول قدام ربنا اولا، ثم قدام الناس والقانون طبعا. سلام عليكم.